عمرك حسيتي ان انت مش قادره تاخدي قرار بسيط في حياتك، او انك بتخافي انك تعبري عن رايك عشان الناس ما تزعلش منك، او انك دايما بتقولي لنفسك جمل زي لا 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 انا مش قد الناس دول، انا حاسه ان انا دايما اقل منهم؟ لو الجمل دي لمستك، لو الجمل دي دايما بتقوليها بينك وبين نفسك وتردديها كتير، فالفيديو ده مخصوص علشانك. فلو انت اول مره بتشوفيني، معاكي نهله عبد الباقي، اخصائيه العلاج النفسي، وفي الفيديو ده هتكلم معاكي ان انت ازاي تعرفي انك تعززي من ثقتك بنفسك. الفيديو ده وفيديوهات تانية تكون زي كده فيديوهات مجانيه من كورس ارفع من ثقتك بنفسك وتوكيدك لذاتك واستحقاقك، وهتلاقي الكورس كل التفاصيل بتاعته موجوده في الديسكريبشن اللي موجود تحت. الكورس هيعلمك حاجات كتيرة جدا ليها علاقة بان انا ازاي اعرف اكون واثقة من نفسي اكتر، ازاي اكد ذاتي بشكل احسن، ازاي ان انا اعرف اقول لا، ازاي تكون استحقاقيتي عالية، وحاجات تانية كتير هتساعدني ان انا اعرف ان انا اكد ذاتي بشكل اكبر. من غير رغي كتير، يلا بينا ندخل في الموضوع بتاعنا. هنفضل نعيد ونكرر. هل الثقة بالنفس معناها ان انا اكون واحدة ما حصلتش؟ اجابة لا. هل الثقة بالنفس ان انا اكون السوبر وومن الفظيعة الخارقة اللي بعمل حاجات كتير؟ برضو لا. هل الثقة بالنفس معناها ان انا اكون واحدة ما بتغلطش دايما ماشيه صح؟ برضو لا. ثقتي بنفسي بتكون ان انا عارفه ان انا واحده مش كامله، بس انا كفايه، على الاقل كفايه لنفسي. عندي القدره ان انا اواجه، عندي القدره ان انا اطور من نفسي، عندي القدره ان انا اعمل حاجات افضل لنفسي وللي حواليا. بحاول ان انا اشتغل على نفسي على قد ما بقدر. هي دي ثقتي بنفسي، ان انا بشتغل على نفسي على قد ما بقدر، من غير ما ادوس على نفسي بشكل فيه افوره، من غير ما اعمل حاجات تضايقني او تضايق اللي حواليا او ترهقني وترهق اللي حواليا. في الفيديو ده انا هقولك على 6 علامات. لو ال6 علامات دول موجودين فيكي، او مش شرط يكونوا كلهم، يعني لو لقيتي منهم علامتين 3، يبقى اعرفي ان انت فعلا محتاجه انك تعززي من ثقتك بنفسك وترفعي من ثقتك بنفسك بشكل كبير، وان انت محتاجه انك تبداي رحله جديده للتغيير عشان فعلا تكوني ثقتك بنفسك بشكل احسن وافضل من الوضع الحالي اللي انت عليه. اول علامه وهي الخوف من الفشل. لما اكون باجل كل حاجه علشان خايفه ان انا اغلط، لما اكون بحس ان انا مش قد المسؤوليه حتى لو كانت المسؤوليه دي بسيطه، لما يكون عندي خوف كبير من الفشل ومش عارفه ان انا اعمل فيه ايه، فلو انت عندك العلامه دي فانت هنا محتاجه انك تعملي وقفه، عشان انت فعلا محتاجه انك تغيري من حته زي دي. تاني علامه وهي صعوبه في اتخاذ القرارات. كل قرار بسيط ياخد منك تردد وخوف وقلق وتفكير كبير جدا. بقعد افكر بشكل فظيع على حاجه بسيطه قد كده. دايما حاسه ان انا رايي لوحده مش كفايه. دايما عايزه اخد راي كذا حد من اللي حواليا عشان ياكد لي ويطمني ان الحاجه اللي انا داخله عليها ديت هي صح او لا. الحاجه الثالثه ان انا دايما بقارن نفسي بالناس. يعني مثلا ادخل على السوشيال ميديا ولما بشوف انجازات الناس حواليا احس ان انا ولا حاجه جنبيهم. احس ان الناس عملت حاجات وانا لسه ما عرفتش ان انا اعمل اي حاجه. احسس نفسي دايما ان انا متاخره في حياتي، مهما اعمل، مهما انجزت، مهما كانت الشيء او الحاجه اللي انا وصلت لها، دايما حاسس نفسي ان انا متاخره. رابع علامه ان انا دايما بكسر في نفسي بدل ما بشجع نفسي. اقول دايما لنفسي جمل زي انا غبيه، انا ما عنديش شخصيه، انا مستاهلش، انا عمري ما هنجح، وهكذا بقى من جمل كتيره جدا بتبداي ان انت تقوليها لنفسك وتكسري لنفسك عشان خاطر يعني تحسسي نفسك انت مش كفايه، رغم ان انت لو فكرتي بشكل تاني ممكن ما تقوليش الجمل دي لنفسك. النقد الذاتي، ان انا دايما حديثي الذاتي والداخلي عن نفسي ان انا دايما قليله، وبيكون نقدي الذاتي دايما صوته عالي. خامس علامه ان انا بخاف ان انا اقول لا، ارضي الناس بقى على حساب نفسي، اعمل حاجات مش حابه ان انا اعملها عشان ما ازعلش الناس اللي حواليا، وابقى متخيله ان هو ده الصح وان هو ده اللي لازم ان هو يحصل، رغم ان الحقيقه مش كده تماما. واخر علامه ان انا ما يبقاش عندي حدود في علاقاتي. الحدود ان انا ابقى عارفه ايه اللي مسموح وايه اللي مش مسموح من منظور قيمي ومنظوري الديني الشخصي الخاص بيا. الحدود بتختلف من شخص لشخص، وكلها بتبقى في الاخر تفضيلات على حسب انا بفضل ايه وبرتاح في ايه. لو انا في شيء او اطار معين او سلوك معين في الطرف التاني اللي معايا في العلاقه ديت، ومش شرط على فكره تكون علاقه بين راجل وست، 2 متجوزين او 2 مرتبطين، يعني ممكن تبقى علاقاتي دي مع اخواتي، مع اصحابي، مع زمايلي في الشغل، مع اولادي، يعني من الاخر كده اي شخص انا بتفاعل معاه وخصوصا لو حد قريب، فانا محتاجه ان انا يكون عندي حدود في العلاقات بتاعتي. والحدود دي مش ان انا افضل اقول لا باستمرار او ده مش مناسب باستمرار، لا، المقصود ان انا زي ما كنت بقول لك كده في حاجات هتناسبك وحاجات مش هتناسبك. يعني مثلا وليكن زمايلي في الشغل مش حابه ان انا اختلط بيهم اختلاط بره اطار الشغل، وان انا يكون اختلاطي بيهم جوه الشغل. انا مهم ان انا اوضح ده من البدايه مع زمايلي اللي انا هتعامل معاهم، مش شرط يكونوا زمايل رجاله، يعني ممكن حتى يبقوا زمايل بنات. فده المقصود بفكره
الحدود، ان انا ممكن تبقى في حاجات بالنسبه لي مش مقبوله، ان انا اوضح حدودي واقول ده يناسبني وده ما يناسبنيش. فلما ما بيبقاش عندي حدود في علاقاتي بتدخلي علاقات مؤذيه كتير ما بتعرفيش ان انت تخرجي منها. انا مش هعرف بقى اقول ان ده مش مناسب معايا، هفضل مكمله وهفضل مستنزفه وهفضل مستمره لسنين، وانا يعني مش عارفه اخره اللي انا فيه ده ممكن يبقى ايه. بتبقي مش عارفه تفرقي بين الحب وبين الاعتماديه وبين التعلق. الحب دايما بيديني شعور ان انا مرتاحه، الاعتماديه ان انا في حد معتمد عليا بشكل كامل او انا معتمد عليه بشكل كامل. التعلق ان انا عندي تعلق مرضي بيه وحاسه ان انا لو هو مبقاش موجود في حياتي انا هضيع. ده بمنتهى البساطه ومنتهى الاختصار عشان ابقى عارفه ايه الفرق بين الثلاث حاجات. لو انت وصلتي لحد هنا فانا عايزه اقول لك ان كورس ارفع من ثقتك بنفسك وتوكيدك لذاتك واستحقاقك هيخليكي ان انت تتعلمي حاجات اكتر تساعدك ان انت تكوني واثقه من نفسك بشكل اكبر. وزي ما احنا شايفين هنلاقي الكورس متقسم لكذا سيكشن، كل غرضه ان هو يعلمك ويشرح لك ان انت ازاي تكوني واثقه من نفسك. كل الحاجات اللي مشروعه في الكورس من الحاجات اللي بنشتغلها مع العيانين جوه الجلسات، واللي انا شخصيا بشتغلهم مع العيانين جوه الجلسات، من العلاج المعرفي السلوكي ومن العلاج الجدلي السلوكي ومن العلاج بالتقبل والالتزام. الكورس ابديتد باستمرار، والكورس بنشترك فيه مره واحده بس. ما تضيعيش فرصه زي ديت عشان هتساعدك كتير ان انت فعلا تكوني واثقه من نفسك بشكل اكبر. نرجع لموضوعنا. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الست علامات اللي يساعدوك ان انت تكوني واثقه من نفسك بشكل اكبر. خلينا نتفق ان الثقه بالنفس دي مش رفاهيه، وان ثقتي بنفسي دي مش حاجه كده عشان اقول كويس انها حصلت، كويس انها اتعملت. ثقتي بنفسي دي حاجه اساسيه انها تخليني ان انا اقدر ان اعيش حياه متوازنه. كل يوم بيمر وانت شايفه نفسك ان انت قليله، وكل موقف انت بتسكتي عليه وانت جواكي نار كبيره جدا. كل علاقه انت مش قادره ان انت تعبري فيها عن نفسك ده بياكلك حته حته من جوه. ولما انت سمعتي الست علامات دول عايزاكي كده تكتبي لي في الكومنتس ايه اكتر علامه شفتيها فيكي، وهل شفتي في نفسك اكتر من علامه فيهم ولا لا. لان انت مع الوقت لما بتشوفي العلامات دي وتحسي ان انت فعلا الحاجات اللي احنا قلناها تحسسك ان انت فعلا مش واثقه من نفسك، تبداي تحسي وان انت بتبقي تقولي لنفسك انا مش عارفه هو انا مين. كل الناس حواليا بتتغير للاحسن وانا حاسه ان انا واقفه في مكاني زي ما انا ومش قادره ان انا اعمل حاجه. فلو انت وصلتي لحد هنا فده اكيد بيقولك ان انت محتاجه ان انت توصلي لمرحله كبيره من التغيير. فلو انت عايزه انك تساعدي نفسك بخطوات عمليه فعلا انها تساعدك انك تكوني ثقتك بنفسك اكبر، هتلاقي في فيديو هيظهر لك هنا او هنا او هنا بيقولك فيه ان انت ازاي تكوني واثقه من نفسك بشكل اكبر وبخطوات عمليه، وتقدري ان انت تشتركي في الكورس ارفع من ثقتك بنفسك وتوكيدك بذاتك واستحقاقك، اللي هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تكوني واثقه من نفسك بشكل اكبر. فلو الحلقه دي لمستك وعرفتك ان انت في حاجات محتاجه ان هي تتغير، ما تستنيش كتير، اشتركي في الكورس او شوفي الفيديوهات التانية او اعملي الاثنين واستني بقيه الفيديوهات اللي احنا هننزلها في السلسله دي.